سايب الفيديو ده عندك عشان هترجع له وانت بتشتري الاساس. اي عريس وعروسه لازم حاطين بادجت معينه عشان يشتغلوا عليها وهم بيشتروا الفرش بتاع الشقه بتاعتهم. ايه الحاجات اللي ما ينفعش يتنازلوا عنها وهم بيشتروا، وايه الحاجات اللي ممكن نتغاضى عن بعض الحاجات فيها. بالنسبه لي لو حاطط بادجت معينه، ايه الحاجه اللي لازم اخدها خشب طبيعي، ما اجيش جنب الام دي اف خالص. غرفه النوم دي حاجه من الحاجات المهمه جدا وانا بشتري الاساس بتاعي. لاي عريس وعروسه بيحبوا الاحتفاظ بيها او بيفضلوا ان تبقى الغرفه ديت هي غرفه العمر بالنسبه لهم، حتى لو نقلوا من مكان لمكان او من شقه لشقه بيحتفظوا بغرفه النوم بتاعتهم، فيفضل ان هي تكون خشب طبيعي ومن شركه محترمه. تاني حاجه معايا هي الريسبشن. الريسبشن فيه سفره وفيه انتريه او فيه حرف ال شيب ممكن نشتريه، ممكن ما يكونش افضل حاجه، عادي يعدي معايا مفيش اي مشكله. ليه؟ ال شيب من الحاجات اللي ممكن تتغير على المدى البعيد. الانتريه برضو وارد ان احنا نغيره، ننقل من مكان لمكان او بعد فتره معينه ممكن ان احنا نجدد. ثالث حاجه معايا الغرف، غرفه الشباب او غرفه الاطفال. في اول حياتنا في ناس كتير بتهتم ان لازم يكون في غرفه اطفال، ممكن ناجل غرفه الاطفال شويه قصاد ان احنا ما نتنازلش عن تفاصيل معينه في الاوضه الرئيسيه زي النوم، زي السفره، زي الانتريه، زي ال شيب، ونتنازل شويه عن غرفه الاطفال بحيث نحقق البادجت دوت نوزعه على الغرف الثانيه وتبقى الامور سويه بالنسبه لي للبادجت اللي انا حاطه. ممكن برضو نتنازل عن حاجات معينه، مش شرط ان انا اجيب تابلو يكون ريزن او يكون ايبوكسي او يكون في اتجاهات عاليه، ممكن التابلو يكون حاجه بسيطه جدا ما فيهاش اي تفاصيل كتير ويكون سعره معقول. عشان كده لما بيجي لنا كلاينت اول سؤال بنساله انت حاطط بادجت قد ايه عشان نقدر نشتغل عليها، عشان نقدر ندي لك قيمه مقابل سعر. استنونا في نصايح ثانيه لسامي بوتا.